خير واهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج استباحه رياضيه. موضوع حلقتنا النهارده عن حاجه بنسمعها كتير لما بنتكلم عن اللاعبين الكبار، عن لاعبين النجوم، الموهبه. يعني ايه موهبه؟ وازاي ممكن لاعب واحد موهوب يغير مجرى مباراه او حتى موسم كامل؟ وهي الموهبه هي بس المهارات الفرديه زي المراوغه والخداع، ولا في حاجات تانية بتفرق اكتر؟ تعالوا مع بعض نستكشف الموضوع ده ونشوف ازاي الموهبه بتبقى عامل اساسي في نجاح اي فريق كره قدم. مفهوم الموهبة في كرة القدم. كتير مننا لما يسمع كلمة لاعب موهوب أول حاجة تيجي في باله هي المهارات الفردية زي المراوغة أو التسديد. بس الحقيقة إن الموهبة في كرة القدم حاجة أوسع بكتير. الموهبة هي مزيج من الأداء الفني زي التحكم في الكورة، الإدراك الحركي الذهني زي رؤية الملعب واتخاذ القرارات، القدرات البدنية زي السرعة والتحمل، الجوانب النفسية والإرادية زي الصبر والتركيز تحت ضغط. اللاعب الموهوب هو اللي بيقدر يجمع أكتر من عنصر من دول ويستخدمهم بطريقة تخدم فريقه وتخليه يفرق عن أي لاعب تاني. أمثلة على المواهب في كرة القدم: الرؤية واتخاذ القرار. تعالوا نفكر في صانع ألعاب زي كيفن دي بروين. الموهبة هنا مش بس في التمرير لكن في رؤية الملعب بالكامل، وهو بيشوف الزملاء، يلاحظ أخطاء المنافس وياخد القرار الصح في الوقت المناسب. القوة والتحمل. نفتكر لاعبين زي كانتي اللي بيتمتع بلياقة بدنية خارقة، قدرته على التحمل بتخليه يغطي مساحات كبيرة في الملعب طول المباراة بنفس كفاءة. الإصرار والمثابرة. مثال تاني هو محمد صلاح. اللاعب ده متميز مش بس بمهاراته الهجومية لكن بإصراره على التحسن والتطور سنة بعد سنة، وده بيخليه في قمة مستواه دايما، يبقى دايما في تحسين مستمر. المهارة الفردية زي ميسي اللي بيجمع بين الموهبة الطبيعية في المراوغة والرؤية الفنية. مهاراته مش بس بتبهر الجماهير لكنها كمان بتخلق فرص حقيقية للتسجيل. تأثير الموهبة على الفريق. الموهبة مش حاجة فردية لكنها بتأثر على الفريق كله. صانع اللعب الموهوب زي أندريا بيرلو اللي كان يتحكم في إيقاع المباراة ويدير اللعب من منتصف الملعب. المهاجم الموهوب زي هالاند اللي بفضل سرعته وقوته البدنية بيقدر يحسم مباريات. المدافع الموهوب زي فان دايك اللي بيتميز بالتمركز الصح والقدرة على إيقاف أخطر المهاجمين. كيف نكتشف المواهب وننميها؟ أول حاجة التقييم الشامل. لازم المدرب يقيم اللاعب على كل الجوانب المهارية البدنية الذهنية والنفسية. تاني حاجة التدريب الموجه. كل لاعب موهوب محتاج برنامج تدريبي يناسب موهبته، زي تنمية رؤية الملعب لصانع اللعب أو تطوير سرعة المهاجم. تالت حاجة الدعم النفسي. اللاعب الموهوب لازم يحس بالتقدير. الدعم النفسي والتحفيز بيخلوا اللاعب يحافظ على مستواه يتطور أكتر. طبعا الموضوع ده عايز حاجات كتير وحلقات كتير نتكلم فيها، وإن شاء الله نبقى نتكلم في هذا الموضوع مستقبليا. الموهبة هدية عظيمة من ربنا لكنها لوحدها مش كفاية. عشان لاعب موهوب يبقى نجم حقيقي لازم يلاقي الدعم والتوجيه الصحيح. لو عجبتكم الحلقة ما تنسوش تدعمونا بشير ولايك عشان توصل لأكبر عدد من الناس، واستنونا في حلقة جديدة من استباحة رياضية اللي بنقدم فيها كل جديد في عالم التدريب. نشوفكم على خير.